الوصفة دي للناس الأكيلة اللي بتحب الفول المدمس. أنا 90% من متابعيني بيحبوا الأكلات الشعبي جدا جدا. بقيت أعمل لكم الوصفة دي هتعجبكم قوي. هنفضي المية اللي في علبة الفول لأنه سمعت كده أنها بتكون مش كويسة، وبعد كده هحط الفول في طاسة كده على النار وازوده شوية مية لغاية ما يغلي. بعدين ههرسه بيها رسة البطاطس، وبعد كده هضيف عليه بقى شوية حاجات حلوة كده. أول حاجة الطحينة، وهنحط شوية زيت زيتون، معلقة من هريسة الفلفل الأحمر اللي ما بستغناش عنها أبدا، كمان معلقة من الثوم المفروم على فلفل أخضر، دول بيخلوه في حتة تانية خالص. هنحط كمان عصير ليمونة كاملة. احنا هنا هنطفي النار خلاص. هنقلب بالشكل ده ونزود بقى شوية ملح وشوية كمون، ويا سلام على احلى طبق فول ممكن تاكليه. عايزه اقول لكم ده الطبق الرئيسي على الفطار. هنغرفه وهو سخن كده، ويتقدم بقى مع شويه جرجير او بصل اخضر او بصل احمر. بجد من اجمل الحاجات اللي بحب افطر بيها جدا، وبالذات يوم الجمعه علشان كلنا بنكون متجمعين. نقدر نزينه بشويه زيت زيتون وشويه طحينه، معلقه من هريسه الفلفل الاخضر ده مع الثوم، نحطها كده على الوش، وشويه بقدونس. وكلي بقى وعدي أرغفة العيش اللي هتخلصيها. وقولولي بقى في بلدكم بتعملوا الفول بنفس الطريقة؟ أكيد بتعملوا بطرق جميلة جدا، وعايزين نتعلم من بعض ونعمل وصفات كتير.